بيبدأ فيلم النهاردة واحنا بنعرف ان حصلت كارثة طبيعية دمرت جزء كبير من الأرض، وظهرت كائنات متوحشة كده اسمهم الكسارين وبدأوا يهددوا بانقراض البشرية بالكامل. في البداية الرجالة طلعوا للقتال بمنتهى القوة، لكن لما انهزموا وكتير منهم ماتوا اضطر الستات يشيلوا سلاح المعركة ويقاوموا حتى الرمق الأخير أملا منهم في إنقاذ البشرية من الهلاك. من ضمن الستات الشجعان دول هي بطلتنا القائدة ماري، واللي بتكون وقتها واقفة مع باقي الجنود بتحفزهم علشان يقاتلوا بضراوة مهما كلفهم الأمر، وبيبان إنهم بيتشجعوا بيها جدا وشايفينها بطلة شجاعة، خصوصا إن رغم خوفها من الكسارين الواضح عليها إلا إن عمرها ما فكرت تتراجع لحظة. على الجانب الآخر بنشوف جوز ماري واللي اسمه جون، وهو بيحكي لبنتهم رولا عن حقيقة الكسارين وإنهم خرجوا من شق كبير حصل في باطن الأرض. لكن البنت بتبقى شايفة القصة مملة جدا وبتطلب منه يحكي لها حكاية المحارب الأسطوري كودياك. بنعرف بقى هنا عزيزي المشاهد إن كودياك ده كان محارب شجاع قدر يقتل 100 من الكسارين بضربة فاس واحدة قوية، وده حصل بعد سنة من الانشقاق وظهور القوة الجديدة على الأرض المتمثلة في الكسارين. وبيتضح إن رولا شايفة أبوها بيحكي قصص كويس جدا، خصوصا إنه دايما يقول لها القصص مش أقل أهمية من الأسلحة، وبالأخص لإنها بتدي أمل للناجين من البشر زيهم إن ممكن يجي اليوم ويستعيدوا الأرض من جديد. وعلى أمل برضو إن رولا تبقى تحكي القصص دي لولادها في المستقبل وإزاي خرجوا من الظلام للنور. وحتى ماري هي كمان بتحكي لها عن الأزهار الجميلة الملونة، لأن رولا اتولدت بعد الكارثة وما لحقتش تشوف أي حاجة من جمال الطبيعة الخلاب. وفي الوقت ده بتعدي عربية كده من قدام ملجأ البشر وبتحذرهم علشان يدخلوا المخابئ فورا لأن الخطر قريب، في حين إن النهاردة عيد ميلاد رولا ال15 وماري وجون كانوا قاعدين يحتفلوا معاها. وساعتها ماري بتقدم لها طاقية تدفيها في السقعة وبتقول لها علشان لما تمشي مع أبوكي تبقي كويسة. فبتستغرب رولا وبتقول لها أروح مع أبويا فين بالظبط، بس جون بيغلوش على الكلام وبيقدم لها هديته هو كمان، واللي عبارة عن دبدوب على شكل كلب، لأن الكلاب الحقيقية يعتبر انقرضت والدنيا بايظة على الآخر. وفجأة وأثناء ما هما بيتكلموا بيخبط الباب وكانوا عاوزين القائدة ماري، فبيطلب جون من بنته تجهز الحاجات المهمة بس لأنهم لازم يمشوا من هنا فورا. وبيقف جون يودع مراته وهو بيقول لها أنا قفلت الشق بتاع الأرض، إزاي قدروا يطلعوا تاني؟ فبتأكد له ماري إنهم لما بيقفلوا شق واحد غيره بيتفتح وشكلها كده نهاية البشرية خلاص، خصوصا انهم ما بقوش قادرين يدافعوا عن نفسهم وكل شوية يفقدوا كتيبة جديدة لحد ما هيخلصوا كلهم. بس جون بيحاول يشجعها وبيبقى عاوز يقاتل معاها هو وال15 محارب الرجالة اللي باقيين في العالم، لكنها بترفض وبتقول له انا مش هستحمل انك تتعرض للعض وتتحول لهجين. وبتكون رولا وقتها بتبص عليهم من بعيد وهي حزينة للغاية لانهم يعني هيضطروا يتفرقوا. وفجأة كمان الكهرباء بتفصل عن المكان للمرة الأخيرة، فبيطلعوا كلهم فورا والدنيا بتبقى مقلوبة لنقل الناس للملاجئ. فماري بتسيبهم علشان تبقى مع الجيش وتقوده بنفسها، وقبل ما يركب جون الشاحنة اللي هيتحركوا بيها بتحذروا الجندية إنها لو لقيته بيكح أو ظهرت عليه أي أعراض إنه هيتحول لهجين كسار هتقتله فورا. فبيأكد لها بطلنا إنه فاهم كويس وهو هيضرب النار على نفسه لو حصل كده، وبالفعل بتوافق إنه يركب الشاحنة مع بنته وبيبدأوا يتحركوا، وبيبان الحزن في عيون كل اللي موجودين بسبب الأهوال اللي بيعيشوها. ساعتها بتتكلم واحدة من الجنود مع رولا علشان تهديها شوية وبتقول لها انت عارفة ليه الرجالة بيتصابوا واحنا لأ؟ فبتصدمها رولا وبتقول لها ما تفكريش انك منيعة يعني مهما كنت قوية. فبتأكد الجندية على كلامها ان الكل ممكن يصاب، وبتشرح لها ان عقول الرجالة بسيطة والوصلات العصبية فيها مستقيمة، وعلشان كده العدوى لما بتدخل دماغهم بتحرقها في الحال وبيتحولوا لهجين، على عكس دماغ الستات اللي عبارة عن شبكة أكثر تعقيدا، وده بيديهم أفضلية مؤقتة في حربهم ضد الكسارين. فبتستغرب رولا وبتقول لها طب ما كودياك راجل وقتل 100 لوحده. فبتتفاجئ بقى ان الناس سمعت رواية مختلفة، اللي سمع انه قتل 200 واللي سمع انه قتل 300، لكن المشترك بين الجميع ان كودياك مقاتل اسطوري بيمثل الامل والنور للي باقي من البشرية. المهم اثناء الطريق بيترعب الجميع لما بيسمعوا اصوات ضرب النار في الخارج، فبتطلب الجنود منهم يفضلوا في الشاحنة وينزلوا يشوفوا اللي بيحصل. فبيتفاجئ بطلنا وقتها وبنته بواحد من الكسارين بيعدي من قدامهم، وفجأة وبدون مقدمات بيغرز مخلبه في واحدة من الناجين وبيقتلها فورا. فبينزل جون وهو شايل بنته وبيحاول يحميها بكل الطرق، خصوصا مع ظهور الكسارين في المكان وضرب النار بقى للركب. لكن بطلنا أولويته القصوى حماية أميرته الصغيرة فقط لا غير، واللي بينزلوا وقتها يستخبوا تحت الشاحنة مع بنت صغيرة تانية وأخوها. لكن الصدمة إن الولد الصغير بيتشد من الكسار وبيموت،
وده بيحذر رولا جدا وبيحسسها بالعجز، وبتتصدم أكتر لما بتلاقي الكسار خلاص بيقرب منها. لكن أحد الجنود بتتصدى ليه وبتطير دماغه وبتسحقها تماما، لأننا بنعرف إن الكسارين مش بيموتوا غير لما مخهم يتدمر. ولما بيركزوا كده بيكتشفوا إن ماري اللي عملت ده، وبتطمنهم إن ده كان آخر واحد في المنطقة خلاص، وبتطلب من الناس كلها تبعد عن الطريق ويتحركوا على الغابة لأنها أأمن في الفترة الحالية. بس بنلاحظ إن واحدة من الجنود واقفة قدام راجل عجوز اتصاب من الكسار، وبتعرفه إنها مسألة وقت وهيتحول ولازم يقتلوه قبل ما يعدي حد تاني. أما أبطالنا فبيدخلوا الغابة مع الباقيين، وساعتها بيتصدم جون لما بيلاقي دم على وش مراته، لكنها بتطمنه إنه دم بشري مش تبع الكسارين، وبتشاور له على الطريق اللي يوصل منه على خليج الرحمة. وبتطلب من رولا تبقى شجاعة وتفضل تتحرك مع أبوها طول الوقت، لأنها مضطرة تفضل هنا مع الجنود وتقاتل طبعا. فبتحاول رولا تمنعها وتعرفها إنها محتاجة لها، لكن ماري رغم الانهيار والدموع بتشوف إن مصير البشرية أهم من أي شيء تاني. وعلشان كده جون بياخد بنته وبيطلع يجري مع باقي الناس، لأن الكسارين ظهروا من جديد وماري والجنود هيقفوا يعطلوهم لحد ما يهربوا. أما الراجل العجوز فبينزف دم من عينيه وبيبدأ يتحول، فعلى طول الجندية بتديله طلقة تخلص عليه، لأن مفيش أي اختيار تاني للأسف. لما بيطلع النهار بقى بيكون جون وبنته وصلوا عند الخليج زي ما اتفق مع ماري، وهناك بيبقى مخبي قارب قديم وبيخلي رولا تفك الحبل بتاعه علشان يبدأوا في الإبحار. لكن فجأة بيسمع صوت جاي من بعيد، وبتكون رولا عاوزة تاخدهم معاها، لكن جون بيرفض طبعا، وبيأكد لها ان ده طريقهم هما الاتنين فقط لا غير وملهمش دعوة بالناس. بس فجأة بيظهر شخص من بعيد وبيسأل جون عن القارب، ولما بيعرفوا بطلنا انه بيدور على اكل فيه مش اكتر، بيتضايق الراجل وبيطلع مسدس لانه متأكد انه بيكذب عليه، وبيقول له انتوا هتاخدوني معاكوا يا اما هقتلكم هنا. بس لما بطلنا بيلاحظ ان الراجل ده مصاب في ظهره وكلها مسألة وقت وهيتحول ويبقى هجين، بيعرفوا بهدوء كده انهم محتاجين بنزين علشان يشغلوا القارب، وده موجود في عربية مهجورة جنبهم، وبيطلب من رولا تفضل جنب القارب لحد ما يروح مع الراجل ويرجع. وفعلا بيروح جون مع الراجل على العربية، وبيعمل نفسه كده انه بيطلع مفتاح، لكنه بيطلع سكينة من غير ما ياخد باله. اما رولا فبتكون واقفة مرعوبة وخايفة من كل حاجة حواليها، لحد ما بتلاقي ابوها جاي بيجري وهو بيخبي مسدس الراجل، وبيعرفها ان الراجل هرب ولازم يتحركوا فورا. وفعلا بينزلوا القارب في البحر وبيبدأوا في الابحار ناحية جزيرة معزولة، واللي لما بيوصلوا عليها بتشوف رولا مساحات خضرة كبيرة جدا قدامها، فبتقعد على قمة عالية كده وبتتابع الانفجارات والحرب اللي بتحصل على البر. المهم بعد سنة كاملة على الجزيرة بتشوف رولا طائر خارج من العش بتاعه، فبتقرر تتسلق مرتفع خطير لحد ما بتوصل للعش بنجاح، وبتسرق البيض اللي فيه علشان ياكلوه. لكن علشان قلبها الحنين بتسيب بيضة للطائر علشان يعني لما يرجع، وبتروح لجون اللي بيسألها إذا كانت لقت حاجة في المصايد اللي عاملينها، لأنهم محتاجين ياكلوا وهينشفوا كده بسبب الفاصوليا المعلبة اللي بياكلوها، خصوصا ان رولا لسه صغيرة ومحتاجة بروتين. فبتطلع رولا البيض وبتوريهوله، لكن جون بيتضايق جدا لانه حذرها كتير ما تتسلقش وتسرق بيض بسبب خطورة الوضع. لكن رولا بتقوله هو انت ليه مش بتسيبني اقطع الاخشاب مكانك وانت تعبان كده؟ انا ممكن اضرب بالفاس زي كودياك على فكرة. فبيضحك جون وبيمسكها خشبة تقاتل بيها وتوريه مهاراتها، فبتحاول رولا بجسارة لكنها ما بتقدرش طبعا. فبيقول لها جون انت محتاجة بس شوية تدريب وهتبقي مستعدة. وبعد كده بيحضر جون الأكل بيض بالفاصوليا، وده كده أكل ملوكي طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي. وبيقعد بعد كده يضفر شعر رولا، وهو بيأكد لها انه علمها الصيد والجري والبقاء على قيد الحياة، وان شاء الله كده على خير يعني لما الحرب تنتهي هتتعلم هي الباقي. ولما بتسأله عن الباقي ده بيقول لها انك تعيشي زي البشر زمان وتستمتعي بحياتك. فبتطلب منه رولا يحكي لها شوية عن كودياك، فبيبدأ بقى يقول لها أساطير عنه، لدرجة انه كان بيضرب الشجرة بفاسه ضربة واحدة بس يجيبها على الأرض، وكان بيدخل على الغابة يجيب عليها وطيها في وقت قياسي خصوصا مع فاسه الفولاذي. وبيتقال انه كان أول واحد شاف الشق وخروج الكسار منه، وطبعا اداله ضربة قضى عليه في الحال. ومن ساعتها اتعلموا انهم علشان يقضوا على كسار لازم يدمروا دماغه، خصوصا ان الرصاص مش بيقتلهم، هو بيبعدهم شوية بس مش اكتر. ومن كتر حكاوي جون عن كودياك بتحس رولا انه بيحكي عن نفسه، بس جون بينفي الموضوع وبيأكد لها ان كودياك بالنسبة لهم بيمثل الامل للبشرية، وانهم كمان لازم يفضلوا يحكوا القصص عن الكسارين والهجين وازاي ما استسلموش وكافحوا حتى الرمق الاخير، علشان لما العالم يرجع لطبيعته الناس تفهم ان البشر قدروا يواجهوا اسوأ الظروف بشجاعة.
وعامة تاني يوم بيبقى جون بيجهز الفخاخ والمصايد كالعادة، ورولا لما بتشوف كسارين على البر بتسأل أبوها هما ما بيقدروش يشوفوهم، فبيفهمها جون إن ما عندهمش عيون لكن باقي الحواس بتاعتهم قوية للغاية، وكمان بيقدروا يستخدموا الهجين كعين وأذن ليهم علشان يقدروا يوصلوا للفريسة بسهولة. وبعدها بيبدأوا في التدريبات علشان ينقل لها جون كل خبرته في النجاة، بحيث لو حصل له حاجة يعني تقدر تكمل لوحدها وسط العالم الموحش ده. بس العقبات اللي بيحطها جون بتبقى كتير على البنت الصغيرة، لكن رغم كده بتنطلق بأقصى سرعة وبتنفذ تعليماته بدقة كبيرة. لما بيجي الليل بقى بيلاقي جون كام حبة فراولة، فبياخدهم على طول لبنته علشان تتغذى، وطبعا ما بتكونش شافت فراولة قبل كده في حياتها. فبيحكي لها جون إن الأرض كانت مليانة بالفواكه المتنوعة قبل الكارثة، لكن الكسارين ما خلوش وراهم حاجة ما كلوهاش. وبيحكي لها كمان يوم جوازه من ماري كان مجهز لها تورتايه بالفراولة، إنما إيه آخر حلاوة. وطبعا كل الكلام ده حصل قبل الشق وظهور الكسارين. المهم تاني يوم بتبقى رولا قاعدة لوحدها بتفكر، وبيكون نفسها تبقى قوية زي أمها علشان تقدر تقاتل وتساعد البشر. لكن فجأة وهي قاعدة كده بتشوف بنت صغيرة ماشية على الشط، فبتصرخ عليها علشان توقفها قبل ما تقع على اللغم المتفجر بتاع جون وتموت. ولحسن حظ البنت بتقدر تلحقها على آخر ثانية حرفيا، فبتحضنها البنت الصغيرة وهي منهارة من العياط. فبتهديها رولا وبتأكد لها إنها في أمان دلوقتي، وبتقرر تاخدها لكهف معين كده تقعد فيه، لأن جون لو شافها هيرفض وجودها طبعا، يعني ده هما بياكلوا بالعافية أساسا. بس عامة بتقعد رولا مع البنت وبتعرف إن اسمها روز، وإنها كانت راكبة قارب مع أمها وأبوها ورايحين لجدتها، لكن ظهر حاجة فجأة كده ضربت القارب ووقعتهم كلهم في المية. وطبعا الكل وقتها مات ما عدا روز الوحيدة بس اللي قدرت تنجو بمعجزة. وبتفهم رولا إنها جعانة جدا، فبتقدم لها آخر أكل معاها واللي بيكون شوية أعشاب، وبتطمنها إنها هتروح تجيب لها حاجة فيها بروتين وترجع تاني. بس البنت بتبقى منهارة وبتطلب منها تقعد معاها شوية لأنها خايفة. بس بعد كده لما بتنام رولا بتحلم بأمها قدرت تجيلهم الجزيرة، وبتبقى جاية تاخدها علشان تقاتل معاهم، وبترفض إنها تاخد جون لأنه ما بقاش قادر يقاتل خلاص. لكن فجأة بتنزف ماري من عينيها وبتتحول لهجين، فبتصرخ رولا بأعلى صوتها وبتفوق من النوم مفزوعة. فبتقرر تسيب روز نايمة وبتحط جنبها الدب بتاعها. وأول ما بترجع البيت بتلاقي جون بيستعد بالمسدس، لكنه لما بيشوفها بيطمن لأنه كان مرعوب عليها علشان اتأخرت، فبتعتذر له إنها نامت في مكان وما سمعتوش بيندى عليها. فبيهدى شوية كده وبيطلب منها تقعد علشان يحضر لها الأكل، وبيأكد لها إنهم في نهاية العالم وخلاص ما تبقاش معاهم أكل، وحرفيا هم بياكلوا آخر الفتات ولازم يكونوا أذكياء ويحافظوا على طاقتهم. فبتسأل وقتها رولا عن المسدس اللي شافته مع الراجل عند القارب، فبيعرفها جون إنه ما كانش عنده اختيار تاني لأن حمايتها هي الأولوية القصوى بالنسبة له. فبتسأله إذا كان كل الرجالة أشرار لأنهم يعني بيتصابوا بالعدوى والستات لأ، فبينفي جون الموضوع تماما وبيعرفها ان الستات بتتصاب بالعدوى برضه لكن بنسبة اقل يعني مش اكتر. ولما بتسأله اذا ممكن يقتل انسان فبيأكد لها ان لو الشخص ده قرب منها باي طريقة وبقى تهديد مش هيتردد لحظة واحدة بس في القضاء عليه. المهم بالليل لما بتتأكد رولا ان ابوها نام بتاخد الاكل اللي خبته وبتجري على الكهف علشان تشوف روز، واللي اول ما بتشوف الاكل بتاكله بسرعة كبيرة، لكن بتقول لها رولا لا واحدة واحدة كده واستمتعي بيه على الآخر لأن ده آخر حاجة في بيتنا حرفيا. ولما بتسألها روز إذا كانت وحيدة زيها بتأكد لها رولا الموضوع وما بتحكيش حاجة عن جون، وبتوريها الكتاب بتاعها وبتبدأ تحكي لها عن العالم ما قبل الكارثة وقت ما الكل كان سعيد ومشغول في حياته، وبيبان إنهم ما يعرفوش أي حاجة عن الحيوانات لأنها ببساطة انقرضت كلها قبل ما يتولدوا. وساعتها بنلاحظ إن روز بتبقى مفتقدة عيلتها جدا، فبتحاول رولا تطمنها إنهم أكيد كويسين وبيدوروا عليها دلوقتي. بس لما بتحكي لها عن كودياك ما بتكونش روز مصدقة قصته، وبتقول إنه لو عايش فعلا كان زمانه أنقذهم من الخراب ده، لكن رولا بتأكد لها إنه ما يقدرش يعمل كده لوحده، وبتقرر تحكي لها شوية قصص كده عن كودياك ضد الكسارين زي ما جون كان بيحكيها لها. وبعد ما بتقعد معاها شوية بتقرر تمشي خلاص، وبتأكد لها إنها هترجع تاني ومعاها أكل زيادة معرفش هتجيبه منين الحقيقة، ده أبوها بيكح تراب وحارم نفسه من الأكل حرفيا. المهم تاني يوم بيكمل جون تدريباته القوية مع رولا، وبيلاحظ إنها بتحقق تقدم ملحوظ عن كل مرة لدرجة إنها بتحقق رقم قياسي جديد في الجري، وده بيفرح جون لأنها هتقدر تفلت من الكسارين لو اضطرت لمواجهتهم. فبيوسخ إيده بالطين علشان يبقى كأنه هجين عاوز يعديها،
وبيحاول يمسكها بكل الطرق، لكن رولا بتديله خبطة على رجله كده بتوجعه جدا. بس جون ما بيحسسهاش بحاجة وبيكمل قتال معاها، لأن الهجين مش بيستسلم طبعا. لكن فجأة جون بيتعب وبيقع على الأرض، فبتجري عليه رولا وهي خايفة جدا، وبتشربه شوية مية لحد ما بيستعيد وعيه من جديد، وبتسنده لحد ما بيدخل البيت علشان يرتاح شوية. ولما بتعرفه إنها تسخله شوية شوربة يتدفى بيهم بيرفض، فبتفهم إنه بيسيب أي أكل موجود ليها وبيرفض ياكل نهائي. ولما بيحاول يفهمها إنه بيحميها لحد ما أمها ترجع، بتقول له وافرض بقى خسرنا الحرب وما رجعتش أبدا، هفضل أنا عايشة أجمع حطب على الجزيرة دي وخلاص. فبيتضايق وقتها جون، لأنه بيدربها علشان تتعلم تعيش مش علشان تقاتل. وبيحكي لها إنه قاتل بضراوة على مدار 5 سنين، وأمها دلوقتي بتعمل نفس الشيء وأكيد هترجع لهم. ورغم كلام جون المؤثر، إلا إن رولا بتبدأ تفقد الأمل. وساعتها بيقوم جون يجيب لها السيف بتاعه، وبيقول لها أنا وعدت أمك أسلمك السيف ده لما تكوني جاهزة، وبعد أدائك النهاردة فأنت فعلا تستحقيه. وعامة تاني يوم بتعرفوا رولا إنها تروح تبص في الفخاخ يمكن تلاقي أكل، لكنها في الحقيقة بتروح الكهف تطمن على روز، لكن بتتفاجئ وقتها إنها مش موجودة، وكمان الدب بتاعها متقطع بطريقة غريبة وقاسية. وكمان بتسمع صوت من وراها، وبتقوم تشوف روز قاعدة بعيد، بس لما بتقرب منها بتتصدم إنها اتحولت لهجين، لأنها كانت مصابة بالفعل. والمشكلة كمان إنها بتصرخ صرخة عظيمة تنبه الكسارين للمكان هنا، وبتهجم على رولا وبتكون خلاص هتقتلها. لكن ساعتها بيظهر جون وبيضرب النار عليها لحد ما بيفضي المسدس، لكنها للأسف يعني مش بتموت. فبيمسك جون السيف وبيخترق الجمجمة بتاعتها حرفيا قبل ما تموته، وبيفضل يبص على رولا ويتأكد إنها مش مصابة، وبيعرفها إنها كده بعتت إشارة للكسارين ولازم يمشوا فورا من هنا. وبيتحركوا ناحية الخليج علشان ياخدوا القارب ويمشوا، خصوصا إن الألغام هتأخر الكسارين وقت كافي لحد ما يهربوا. بس المشكلة إن جون بيتعب أثناء الطريق وبيقرر يقعد يرتاح شوية. وساعتها رولا بتلوم نفسها على اللي حصل ده، لكن جون بيرفض الكلام ده، وبيأكد لها إن العالم حاليا طبيعته قاسية لأبعد الحدود، وكده كده روز كانت جاية مصابة ومسألة وقت قبل ما تتحول. وعلى العموم بعدها بيكملوا طريقهم ناحية القارب لما بيسمعوا صوت كسارين قريب منهم، وبيبقوا لازم يمشوا على خشبة كده بين نهرين علشان يكملوا الطريق. ورغم وقتها إن رولا بتقدر تعدي، إلا إن في هجين بيظهر وبيهجم على جون، فبيطلب منها تفضل بعيد، لكنها بترفض تماما، وبتعدي من جديد تبعد الهجين عن أبوها، وبتطلع السيف وبضربة واحدة بس بتطير راسه. لكن المشكلة إن الراس لسه سليمة، علشان كده الجسم بيهجم عليها، والاتنين وقتها بيقفوا على الخشبة والوضع كان صعب جدا. فبيقوم جون يسحق الراس علشان يبطل تأثير الجسم فورا ويقع في النهر، وبيكمل بعد كده الطريق مع بنته بسرعة، لكنه برضه بيبقى تعبان على الآخر. والمشكلة إن في هجين تاني ظهر، وشكلهم كده دول عيلة روز اللي تحولوا هما كمان. ولأن جون خلاص مش قادر، بيحفز بنته إنها تقضي على الهجين، واللي فعلا بضربة واحدة بس من سيفها بتقطع مخه تماما. وبعد كده بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان القارب، وساعتها جون بيفكرها بطريقة تشغيله، وإنها لازم تقطع الحبل علشان ينزل في المية الأول. فبتستغرب رولا ليه بيقول لها الكلام ده وهو هيجي معاها، لكنه بيصدمها وبيوريها إنه تعرض للعدوى وشوية وهيتحول لهجين. وطبعا بتنهار رولا من العياط لأنها مش عاوزة تسيب أبوها، بس جون بيحاول يهديها بكل الطرق، وهو كمان برضه بيبكي من الحزن، لكنه بيتماسك وبيفكرها إنها دلوقتي محاربة ولازم تتحمل المسؤولية. وفعلا رولا بتجري على القارب وبتقطع الحبل، بس المشكلة إن القارب مش بيتحرك، فبتحاول تزقه بكل قوتها والموضوع بيبقى صعب جدا. وجون في نفس الوقت واقف بالسيف مستعد يدافع عنها ضد أي كائن يظهر هنا، لكنه بيبص عليها بحزن، وأعراض التحول خلاص بدأت تظهر عليه. فبتسحب رولا سيفها بكل شجاعة، خصوصا إنها مش عارفة تحرك القارب، وبتستعد للكفاح مع أبوها ضد الكائنات اللي هتظهر. لكن في اللحظة دي بنشوف ماري ومجموعة من الجنود جايين ناحيتهم بالقوارب، وكمان معاهم كلب حقيقي، وبتستعد ماري والدموع في عينيها علشان تنقذ بنتها. وجون بآخر نقطة إنسانية فيه بيقف بشجاعة قدام الكسارين. لكن للأسف لحد هنا بينتهي فيلمنا النهاردة.